الله تعالى وبركاته، وكنتمنى تكونوا كاملين في صحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كيف دايرين مع رمضان؟ ياك كلشي بخير، ونتمنى تكونوا الحمد لله والشكر لله. فدائما كنرفعوا يدينا الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا الوباء ونعودوا للحياه الطبيعيه. فما نطولش معكم، اليوم غنجي نوجد الفطور ديالي المتواضع. جبت اليوم شويه ديال الشطون اللي هو السرديل صغيور، فاحنا كنقولوا له الشطون. فاليوم غنوجد الفطور ديال تقريبا 2 اشخاص، يعني ما كاينينش بزاف، فغادي نوجدوا على بركه الله. وقلت نشاركوا معكم بهذه الطريقه ديال سميتو ديال الشطون اللي غادي ندير ليه. يعني غنديروا كفته اللي اما كنقليها اما كنشويها. ها نتوما خليكم معايا، انا غادي نقيه، غادي نبدا على بركه الله غنبدا نقيه ونحيدوا السنسول ديالو كامل والراس باش نطحنوا. فغادي نبداو دابا نقيو سميتو الشطون ديالنا او السردين، المهم الشطون هنا كنقولوا له. غنبداو نقيو وغنحيدوا له الراس بحال هكا ونحيدوا الداخل ديالو صافي. حيت انا بغيت كما قلت لكم غادي نطحنوا كفته وغادي نوريكم كي غادي ندير ليها، يعني طريقه عاوتاني مختلفه. صافي نحيد له هاد الزوائد التحتانيه اللي كتكون صافي. فعادي كما كتنقيو سميتو الشطون صافي كنحيدوا الراس كي قلت لكم. فما نطولش معكم، يعني كلشي كيعرف سميتو ينقي. انا غير وريتكم كيفاش زعما غادي ناخذو هكا، يعني عادي بحال غادي هانتي هكا. انا ديجا نقيت الشطون، ها هويا الحوت ديجا نقيته وغادي نخليه يسقطر مزيان. يعني ضروري خصو يسقطر مزيان لان غادي نطحنوه في الخلاط، يعني خصو ما يكونش مطرطر بزاف، خصو يسقطر. ولقيت اللي غنخليه انا السقطر غادي نوجد السلطه او الشلاضه اللي غادي نرافقها معاه. فكما كنقول لكم انا ديما اللي كيكون متواجد، فانايا الخضره غتكون عندي شويه متنوعه. كاين الخيزو اللي هو الجزر، كاين البطاطا، كاين عندي هنا الخس، كاين عندي هنايا البندوره او الباربه. انا ديجا هنا مرقداها هي بالماء ديالها، كتسهل الماموريه عليا. يعني ملي كنجيبها كنسلقها في خضره وكنبقى ناخذ منها شويه. هي عندي هنا، وغادي ندير الروز يتسلق حتى هو، غادي نديرو شلاضه، وغادي ندير. وكاين عندي هنا انا ديجا عندي هاد العلبه ديال سميتو نتاع القوق، كتكون كتباع هكا مصبر حتى هو، غادي نديرها مع شلاضه. فغنوع شويه. فبالنسبه لي انا اليوم كيف العاده جيت نرافق معكم هذا اللي غنديرو بواحد الطريقه زوينه، نتوما غادي تكملوا تشاهدوه معايا. فما نطولش معكم، لقيت اللي غندير هذا الشيء ونعاود عاوتاني نرجع معكم لطريقه التحضير. فها هو ينشف معايا تماما، وانا غادي نجيب الخلاط اللي غادي نطحنوا فيه. يعني حتى غادي نطحنو عاد غادي نضيف سميتو التوابل. السردين ها هو عادي ديال الشطون، ها القوام ديالو كي كيجي شتيه هكا كيجي. وغادي ندير دابا فيه سميتو، انا غادي نحطو وغندير فيه التوابل اللي غادي ندير، التوابل اللي غادي ندخل نوريكم. كما قلت لكم ما كاينش انا بزاف عدد الاشخاص، فانا اكتفيت بهذا القدر هذا. وسمحوا لي على الروينه، راكم كتعرفوا الروينه ديال رمضان، وسمحوا لي على الصداع ديال الدراري الا كنتو كتسمعوهم. فاحنا دابا الحمد لله ولينا عائله، فها نتوما هكا كيجي. وبالنسبه للتوابل انا غادي التوابل يعني نفس التوابل اللي كنديروا في الحوت. عندي هنا القزبره يعني قزبر حبوب، قليل من الكمون، فصوص ديال الثوم، وشويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال السكنجبير، والتحميره يعني كتكون فيه التحميره. وعندي هنايا ها هو القزبر معدنوس، وقزبر معدنوس.
وعندي هنايا الثومه، هذه البصله وشويه ديال الحامض. صافي انا غادي ندير سميتو، ندير هاد ندير سميتو هاد العناصر هادو نشرمل بهم. يعني داكشي على حسب سميتو، على حسب القدر اللي عندكم ديال نتاع الكميه نتاع الحوت اللي عندكم. صافي هكا صافي. والفصوص ديال الثومه غنحكها فيه. يعني الحوت راه كيبغي يعني نفس التشرميله ديال الحوت. وغادي نقرب غندير فيه سميتها البصله رقيقه، هي كتجي فيه البصله الحمراء كتجي فيه زوينه وخطيره، فما متواجدش عندي دابا حاليا. غندير البيضه حتى هي ماشي مشكل، يعني غنقردوها رقيقه راه ما كتجيش باينه. يعني ما غنكملهاش كلها حيت ما كاينش بزاف ديال سميتو، فصافي غنكتفي بالنصف ديالها. وغندير شويه ديال الحامض، غندير غير شي شويه ديال الحامض ماشي بزاف، قطرات. صافي وغنخلط هاد العناصر هادو. انا غادي نخلط ونعاود نرجع معكم. فدابا انا جمعت لي قامه مزيان، هي كلشي العناصر دخلتهم، وغنزيد فيه هذا العنصر اللي هو ديال انا غندير دابا هنايا طحين ديال الزرع، النخاله بنخالته غنديرو هنا، او ممكن ديروا لا شابلور يعني اللي متواجد. انا دابا وليت اغلبيه وليت صافي كندير فيه غير الزرع باش كيتجمع. صافي ونعاود نجمعو باش يتجمع لكم ما يبقى لكمش معجن بزاف. وراه ملي كتزيدوا تبارك الله هاد الزرع كيضاعف عاوتاني الحجم ديالو. صافي وغنوريكم ديك الساعه على حساب القلي وعلى حساب سميتو، على حساب الا بغيتو ديروه في الشوايه فهو كيجي في الشوايه في الحقيقه زويول، اللي ما باغيش يقلي حتى في القلي كيجي بنين. فصافي انايا غنزيد شي شويه صافي باش يدخل فيه هادشي. صافي وغنخليه هنايا مرقد واحد شويه صافي بما نبغي نوجدو. وسمحوا لي راكم كتعرفوا الدقائق الاخرى ديال الفطور يعني كيكون شويه ديال لو ستريس وشويه ديال الزربه، فحيت بالنسبه لهذا الشيء خصو يتوجد سخون، يعني ماشي شي حاجه اللي غتطيبيها وتعاودي عاوتاني تسخنيها. فانا قسمتوها نتوما، قسمت على النص باش نشارك معكم نفس الطريقتين بزوج، اللي غادي نقليه في الزيت واللي غندير في الشوايه. بالنسبه اللي غندير في الشوايه ما غنديرش فيه لا شابلو، غنخليه هكا. وبالنسبه اللي غنقليه ها هو خويت فيه انا قلت لكم كندير الزرع، ممكن ديروا نتوما لا شابلو بحال هكا وغنخليوه على جنب، يعني هكا يعني يشرب هذا الزرع هذا مزيان. يعني مزيان يشرب ويبقى فيه حتى الوقيته اللي غادي تبغيو نتوما تقليوه في الزيت. فهكا ونحطوه نستفوه ونخليوه حتى الوقيته كي قلت لكم بحال هكا. صافي وغنخليوه. ما تنساوش انكم ديروا كما كنقول لكم اللايك وجيم لا فيديو، تبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. وكنشكركم ديما، كنقول لكم شكرا لكم من القلب، الله يخطيكم الله يسهل عليكم. فها انتم هادو هما اللي غادي نقلي في الزيت وهادو اللي غادي ندير في الشوايه. يلا انا نخليكم ونعاود عاوتاني نرجع. فانا جبت نوريكم بالنسبه اللي غادي نشويه في الشوايه او في
الفخر. المهم حنا دابا هي كما تنقولوا عصر السرعه، فكنديروا في سميتو في هذه في الشوايه. ها هي صافي، وغادي ندوز معكم نوريكم عاوتاني بالطريقه ديال سميتو ديال القلي. هو نحطو في الشوايه صافي، وانا ندوز نوريكم الاخر اللي درتو في لا شابلو كيفاش غنقلو. وهادو بالنسبه اللي غنقليه في الزيت، فعادي الزيت كتسخن مزيان وكنرميهم في الزيت. صافي كيبقاو هكا، هما هنايا كيتقلاو. نقرب لكم الكاميرا شويه، هما حتى يتقلاو مزيان. عاد ممكن نبداو نقلبوهم باش ما يشربوا لكمش الزيت، يعني بحال القلي ديال الطعميه والسوريه، ولا بحال القلي ديال الكبه ولا شي حاجه. المهم بحال هكا كيبقاو، ما تقلبوهمش دغيا، غير يبقاو حتى كتحسوا بهم صافي تحمروا من التحت، عاد كنقلبوهم. هانتوما هما راه بداو كيتصافي راه تحمروا. انا ما قلبتهم ما حتى شي حاجه، وما كنديرش الزيت بزاف، يعني كنديرها من التحت باش كياخذوا الحق ديالهم في الطياب. هانتي انا غادي نبدا نقلب وغتشوفوا هانتي هادشي كيتحمروا صافي هكا. يعني ما عمرش انا الزيت تلفهم وكنرميهم فيهم، فغير هاد الطريقه هذه ديال الزيت ما كتكونش تيطيبوا من التحت حتى كياخذوا الحق ديالهم في الطياب. هانتي انا نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا. ها هي تياخذوا الحق اساسمي، كياخذوا الحق ديالهم، سمحوا لي. ها هي كياخذوا الحق ديالهم في الطياب بحال هكا وصافي. المهم خليكم مع النهايه ديال التقدير. فهذه هي النهايه ديال السرديل او الشطون اللي وجدت معكم. راه فكيجي غزال ورائع. جربوه الناس اللي باقي ما كيجربوش عاوتاني هاد الطريقه، راه كيجي غزال. ما كاينش الفرق ما بين اللي مقلي وما بين اللي مشوي، كيجي زويون بديك القامه اللي كتكون شاربه. وهذه هي السلطه اللي درت، متنوعه غنيه فيها تقريبا انواع واصناف ديال الخضار كيف ديما البطاطا، خيزو، البندوره. هذا هو عندي داك القوق اللي هنا ديجا قلت لكم راه ديجا كيتباع مصبر ديجا في العلب، ومطيشه شويه ديال الفرomage احمر ها هو مقطع مع شويه ديال الكورنيشون. متنوعه، مهم خضره عادي داكشي اللي عندي متواجد كنوعوا به الطبله ديالتنا ولي صوص ها هما. وهذا راه المساند الرسمي ديالنا اللي قديم كنا كنديروه لا جينيراسيون ديالتي واللي قبل مني بشويه غادي يعرفوه. خيزو محكوك بسميتو بخيزو محكوك ومعاه الليمون، كيجي زويون بشويه ديال القرفه. فما تنساوناش من التشجيع ومن البارطاج الى عجباتكم الطويبله المتنوعه والمتواضعه. ومن هنا كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.